اللاعب الجزائري السابق حمزة بن جدة. أهلا بك كابتن حمزة. مرحبا كابتن، ورمضان مبارك لكل الأمة الإسلامية والعربية. رمضان مبارك عليك وعلى الأمة العربية إن شاء الله والأمة الإسلامية جميعا. ونقول عن هذا اللقاء المرتقب الذي ينتظره العرب جميعا، لقاء منتخب الجزائر مع ألمانيا المانشفت أو عفوا الماكينات الألمانية. ماذا تقول عن هذا اللقاء وعن هنقول تكهناتك؟ تكهنت، يمكن كنا نتحدث منذ قليل عن تكهنك لمباراة الجزائر وكوريا بالفوز برباعية، وبالفعل حدث. بالضبط، يعني والله مباراة الماكينات الألمانية تعتبر مواجهة صعبة وصعبة للغاية، إن لم أقل يعني من المواجهات، لا أريد أن أكون سلبي في مثل هذه المواجهات. منتخب ألمانيا من ذلك المنتخب الذي يفوقنا فنيا تكتيكيا فنيا فرديا وجماعيا. نعم. لكن المنتخب الجزائري يملك تلك الروح ويملك تلك الجرينتا وتلك العزيمة التي من شأنها أن تغير معطيات. هي لعبة 90 دقيقة، جلد مدور، كل شيء ممكن. أعتقد أن المنتخب الجزائري سيدخل يعني بكامل الاستعدادات من أجل الخروج في هذه المقابلة بنتيجة سلبية أو بأخف الأضرار في مقابلة أعتبرها صعبة وصعبة جدا. تمام. يعني لو قلنا ما هي نقاط القوة والضعف في منتخب الجزائر؟ والله نقاط الضعف في منتخب الجزائر، أول شيء نبدأ بنقاط الضعف. نقاط الضعف في المنتخب الجزائري هي تلك التغييرات التي تبقى دائما تطرح علامة الاستفهام للكوتش فايد هاليلوزيتش، أو بما يعرف في الجزائر بوحيد هاليلوزيتش. البوسني دائما يعني يغير في المباريات الصعبة. يعني لعبنا في مباراة كوريا ومباراة روسيا، الكرة الجزائرية أمتعنا، أبدعنا، قدمنا مستويات عالية، اللاعبين لعبوا بروح عالية جدا. لكن في مباراة بلجيكا، تلك المباراة التي دخلنا بها في المونديال، كانت صعبة. اليوم حسب التشكيلة الأولية لمنتخب الجزائر، تشكيلة فيه 4 تغييرات يعني تطرح علامة استفهام. يعني نقاط القوة في المنتخب الجزائري دائما ما يعرف بثلاثي النار: براهامي، فيغولي، وكذلك عبد المؤمن جابو. هؤلاء اللاعبين يعني تمتعوا بإمكانيات فنية وفردية كبيرة جدا. إسلام سليماني رأس حربة، ذلك اللاعب الذي ينام وينام ثم يسجل الأهداف في الوقت المناسب، الأهداف التي يحتاجها المنتخب في الأوقات الصعبة. كيف يمكن أن يعني يستفيد هاليلوزيتش من الثلاثي المرعب الذي ذكرته الآن؟ والله الثلاثي براهامي، فيغولي، وكذلك عبد المؤمن جابو. اليوم في تشكيلة الخضر راح نشوفوا إلا فيغولي كأساسي على الجهة اليمنى، براهامي وكذلك جابو لعبوا مباراتي كوريا وكذلك روسيا. كان فيه تعب بدني لأن المنتخب يعني خارج من يعني لاعبي المنتخب خارجين من البطولات الأوروبية، تعب شديد. لكن أعتقد أن المنتخب الوطني يعني راح يعتمد على هذا الثنائي بالأخص في الشوط الثاني من أجل الحضور البدني. تمام. هو من تشكيلة طبعا واضح أنه المدرب سيلعب بخطة دفاعية، ولكن خليني أسألك بعيدا عن هذا اللقاء، من هو النجم الأبرز الذي لفت نظرك في هذا المونديال، مونديال البرازيل حتى الآن؟ يعني على المنتخب الجزائري وعلى كل المنتخبات؟ على المنتخبات عموما. والله أعتقد أنه جيمس رودريغيز لاعب كولومبيا، لاعب نادي موناكو، قدم مستويات باهرة جدا. هذا اللاعب الذي اقترح على أودينيزي وعلى اليوفي قبل 3 سنوات بمبلغ 3 مليون أورو، سعره اليوم في سوق الانتقالات يساوي حوالي 45 مليون يورو. نعم. جيمس رودريغيز أعتقد أنه اللاعب الأكثر تألقا في مونديال البرازيل حتى الآن. تمام. طبعا زي ما تابعنا حتى الآن، ركلات الترجيح تلعب دور كبير في تأهل الفرق لدور الثمانية والدور ربع النهائي. هل يعني تعتقد أن مباراة الجزائر وألمانيا قد تصل إلى ضربات ترجيح؟ أعتقد يعني لو المنتخب الوطني سير 20 دقيقة بذكاء، أعتقد أن المنتخب الوطني يقدر بإمكانياته بفنياته بعزيمته أنه يقود منتخب ألمانيا إلى ضربة الترجيح. تمام. ولكن دعنا نتحدث عن يعني كرة القدم وفي البرازيل. هؤلاء المنتخبات الكبار التي خرجت حتى الآن، يعني من وجهة نظرك ما هو تفسيرك هذه الظاهرة، خاصة هذا المونديال الذي يعني مليء بالمفاجآت؟ مونديال البرازيل هو المونديال الأكثر متعة في بلد المتعة، في بلد بولي، في بلد غارينتشا، في بلد زيكو. أعتقد أن خروج المنتخبات الكبيرة هو تأثير البطولات الأوروبية الكبيرة. لو تشوف مثلا بطولة إنجلترا، البريمير ليج من أقوى البطولات في العالم، لا ليغا، الكالتشو،
كل هذه المنتخبات خرجت منتخباتها اسبانيا، انجلترا، ايطاليا. بالضبط، يعني تتكلم على اقوى 3 دوريات في العالم. يعني اللاعبين كانوا مركزين اكثر في البطولات، تعبوا كثير، اشتغلوا كثير. لما جوا للانديه يعني وجدوا انفسهم يعني منتهين. يعني بلغه كره القدم يعني ما كانش ولا يعني حضور بدني، خلصوا خلاص. الانديه سحبت كل القوى ونقول الطموحات او اتعبت اللاعبين. وانا بالضبط. كابتن حمزه بن جده اللاعب الجزائري السابق، شكرا جزيلا لك. شكرا. ونتمنى التوفيق لمنتخب الجزائر. ومشاهدينا، فقرات اليوم مستمره وفيها بعد موجز الاخبار جوله على ابرز ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي مع توني نداف. ابقوا معنا. بارك الله.